اهلا بيكم في قناة مع منى. هنتكلم النهاردة عن مؤتمر حكاية وطن، وقبل ما اتكلم عن الموضوع يا ريت تشتركوا في القناة. هنتكلم في الموضوع. مؤتمر حكاية وطن كان في فندق الماسا بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكثير من الوزراء والمسؤولين. ابتدى من 30 ديسمبر ويخلص 2 أكتوبر، يعني 3 أيام. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جملة مهمة جدا. قال إيه؟ قال عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية اللي جاية، وقال إن الأمر كله لله. معنى كده إن الانتخابات اللي جاية أي واحد حر إن هو يختار اللي هو عايزه، في حرية. كمان من كام يوم أحمد طنطاوي كان في وسط الشارع مع مؤيدين كتيرة حواليه بكل حرية، مفيش أي منع، مفيش أي مشاكل، مفيش أي ضرب زي ما بتقول الإعلام المعادي لمصر إن هما محدش بيروح ومحدش يقدر وبيتمنعوا. لا، كل ده كذب، بيروحوا بكل حرية. مع ان احمد طنطاوي زي ما انا قلت قبل كده تفكيره غريب ان هو يطلع الاخوان تاني بعد ما احنا قضينا عليهم، عايز يطلعهم تاني. وكمان مش حاطط خطة يعني لعلاج مثلا المشاكل اللي عندنا الاقتصادية مثلا، دي مش حاطط خطة مثلا لمصر. ايه الخطة اللي جاية مثلا؟ ما بيقولش، بيتكلمش. والحاجات اللي قالها حاجات احنا بنعملها اصلا، اللي هو الاستثمار وفي تبادل تجاري ما بين الدول، كل ده احنا بنعمله. يعني ما قالش حاجة جديدة، يعني ما قالش افكار جديدة، كل الافكار اللي قالها احنا بنعملها اصلا. فانا بقول معرفش الناس المؤيدة احمد طنطاوي ازاي يجيب الاخوان تاني ليه في الحياة السياسية، مع ان احنا استريحنا من الاخوان واللي هم بيعملوا ارهاب وبيعملوا مشاكل وبيعملوا زي ما انتوا عارفين عملوا ايه. المهم في المؤتمر اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انجازات الحكومة، وكمان رئيس الوزراء اتكلم انجازات الحكومة في 10 سنين اللي فاتت وايه الخطة اللي جاية. واتكلموا بكل موضوعية وبكل وضوح في كل حاجة عن المشاكل كمان الاقتصادية اللي في مصر، ايه اسبابها وايه علاجها وايه الخطة الموضوع عشان يحلوا المشاكل دي. واتكلم الرئيس ان هو كان بيشتغل وفي عز ما بيشتغل في عز ما بيعمل مشاريع ودي كلها كان بيبقى في إساءة وفي تشكيك وفي هدم ليه وللمسؤولين اللي معاه. طبعا انتوا عارفين مين، يعني الاخوان، وكان في واحد اسمه محمد علي المقاول اللي هو هربان اللي هو قاعد في اسبانيا. وفي ناس كتيرة برضو بتعادي المسؤولين المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا انتوا عارفين بقى في مصالح وفي حاجات تانية. المهم يتكلم الرئيس وكمان يتكلم عن قناة السويس، ان هو لما عمل القناة السويس الجديدة وعمل فيها توسيع وعمل فيها حاجات كتير قوي، وعمل تحدي كبير انه خلص المشروع في سنة واحدة بدل ما كان هيقعد فيه 3 سنين وكده، خلصها في سنة واحدة. وكانوا بيشككوه في اي حاجة يعملها، الناس تشككوا ويقولوا كلام كذب، مع انه كمان كان واقف قدام الارهاب اللي كان موجود في سيناء وقضى عليه قعد سنين عشان الارهاب، وكان في ناس كتير بريئة بتموت من الاخوان ومن الارهاب، الارهابيين دول ناس كتير بتموت. فقضى على الارهاب، دي حاجة كبيرة جدا. قناة السويس اللي كانت بتجيب 4 مليار دولار لما مسك الحكم
السيسي دلوقتي بتجيب 10.5، والسنة الجاية بيقولوا ممكن تجيب 12 مليار دولار. فهو بيقول التنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان. يعني الكلام ده تنمية والتقدم يعني هياخد وقت، واحنا لازم نستحمل شوية علشان نبقى دولة متقدمة زي اليابان وألمانيا وكده، والصين خدوا وقت عقبال ما يبقوا زي كده دولة متقدمة، فخدوا وقت، فلازم نستحمل عشان نبقى دولة متقدمة. مش هيجي في شهر ولا في شهرين ولا في سنة ولا سنتين، هياخد وقت. لو حسني مبارك عمل المشاريع اللي عملها السيسي دي من زمان، كنا زماننا دلوقتي بقينا حاجة تانية. المهم قال الرئيس السيسي قال ان ايراد الدولة اقل من الانفاق، وقال لازم يكون في زيادة موارد. المشكلة ان الارض عندنا في مصر صحراء، 95% صحراء، واحنا عايشين في الوادي الضيق. عمل مشاريع ضخمة طبعا، توشكا والدلتا برضو. وعندنا مشكلة في المية برضو قليلة، ملوش علاقة بسد النهضة خالص. احنا المية من زمان بناخد مية محدودة، اللي هي 55.5 مليار متر مكعب بناخدها من النيل. دي كانت مكفيانا زمان وكان فايدة. ليه؟ عشان كان عدد سكاننا قليل. دلوقتي احنا عدد سكاننا كتير، 105 مصري، وغير كمان اللاجئين من العرب والأفارقة يجوا 20 مليون. يعني احنا كلنا على بعض كده 125 مليون في مصر، فطبعا المية قليلة مش هتكفي. وبيحاول يعمل مشاريع، بيعمل تحلية مية في بحر وتحلية مية صرف زراعي. ودي طبعا بتبقى مكلفة. على فكرة الدولة خسرت 450 مليار دولار خلال فترة من 2011 لغاية 2013. الشوارع زي ما انتوا عارفين كانت مكسرة بعد الثورة، وكان الأقسام كلها محروقة والمحلات محروقة. كانت متدمرة. القاهرة والجيزة وكمان محافظات مصر كلها كان فيها المشاكل دي. ما كانش في أمن ولا أمان. كانت العربيات ممكن تمشي بالليل، ممكن تتسرق. ما كانش في، كان خطر يعني الواحد يمشي بالليل. لما الإخوان جم بعد كده في الحكم، كان هو وزير دفاع. رئيس السيسي كان وزير دفاع، كان مركز كبير وما كانش بيفكر خالص في سلطة. وكان هو يعني مستريح ان هو في الوظيفة الكبيرة دي. طلعت في 30 يونيو عملوا ثورة. كانوا متضايقين من الإخوان، كانوا عايزين يمشوا الإخوان بأي طريقة. فهو سمع كلام الناس، والناس متضايقة وكده، فعايز يحل المشكلة وعايز ينقذ البلد من الإخوان. حس ان الدولة بتضيع، فخاطب بنفسه وعزل الرئيس مرسي. وما كانش بيفكر في الرئاسة خالص. برضو الناس كانت هي اللي طلبت منه ان هو يرشح نفسه. عمل انجازات كتيرة. وقلت انا ان التنمية هتاخد وقت، علشان اي دولة متقدمة المشاريع الكبيرة دي بتاخد وقت عقبال ما نحس بالانتاج بتاعها. عمل مشاريع في الزراعة والصناعة زي ما قلت زمان، وعمل كمان 24 مدينة جديدة. في الصين وفي ألمانيا واليابان والحتت دي. قالوا ان رئيس الوزراء قال ان اي دولة زي الدول دي عشان تبقى دولة متقدمة لازم يهتموا بالبنية التحتية اول حاجة البنية التحتية. فعشان كده اهتمينا بالبنية التحتية، بالطرق والكباري، سكة حديد، طبعا بالصرف الصحي، بالكهرباء، كل ده. الطرق والكباري والسكة الحديد طبعا بتسهل الحركة، بتوفر بنزين ووقود، بتسرع نقل البضاعة من المصانع للمينا. وكمان عشان الركاب، سرعة نقل الركاب. وكمان عشان الطرق بقت جيدة طبعا، فكده هتقلل الحوادث او تمنع الحوادث.
مش زي زمان، يعني حوادث كان زمان كتيرة جدا. المشروعات دي اتكلفت 10 تريليون جنيه. عمل السيسي، عمل أول دولة، احنا مصر خالية من فيروس سي، وده إنجاز. وعمل كمان تعمير سينا، قضى على الإرهاب الأول، وعمل تعمير سينا مشاريع ضخمة جدا، دي عايزة حلقة لوحدها، عمل لكم حلقة ليها. مشاريع ضخمة جدا لسينا، عمل فيها مشاريع ضخمة. البلد هتستقر مع السيسي. المشاريع كبيرة، في نمو اقتصادي كبير. الأزمة الاقتصادية في خطة عشان يحلها. على فكرة في مصريين كتير هتختار السيسي بالرغم من الغلاء الأسعار، علشان عارفين ان الأزمة دي هتتحل قريب، وان هيبقى في استقرار قريب. واخر حلقة، في اخر حلقة يا ريت تشتركوا في القناة مع منى، وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك على